خولان يا خولان، خولان النكف. قبائل خولان تعلن النفير العام وتعلن النكف لإخراج الشيخ الزايدي من سجون المهرة. حي الله، كل أحمر عين. هم فيهم أحمر عين؟ لا والله ما فيكم إلا كل أسود وجه. بس ما يضحكني فعلا أنهم يقولون أنهم أصل العرب، جالسين يرفعون رؤوسهم حنا أصل العرب. والله ونعم بقبائل خولان ونعم بقبائل خولان، ولكن أنتم يا هلافيت اللي قادكم السيد للنكف والله ما فيكم رجل ولا فيكم أحمر عين ولا فيكم شنب. قبل أيام ما يضحكني أن هذه القبيلة قبل أيام يتنازلون عن بنتهم وموقعين ورقة بأن سحر الخولاني ليست مننا وليست فينا، وأن هذه لا تنتمي إلى هذه القبيلة. تذكر أصل العرب قبل فترة كان إذا أتى أحد إلى القبيلة وقال حنا بوجاهكم يقولوا له وصلت، ويسامحوه بقتل ويحاربون معه ويدافعون معه ويكون واحد منهم، لأنه قال أنا بوجهكم فقط. فما بالكم بنت قالت أنا من بيت الخولاني، انتسبت إليكم حتى لو ما كانت ليست من القبيلة التي أنتم فيها. والله المفروض عيب على لحاكم وعيب على شنابكم تتبرؤون منها وهي احتمت فيكم يا كم من. المهم قبيلة خولان ونعم فيها، وهؤلاء الهلافيت اللي مخرجهم صبي إلى الصحراء اللي يعلنون النفير، هؤلاء والله ما فيهم رجل ولا فيهم شنب ولا فيهم أحمر عين. حمران العيون ما يرضون بأن يمتطيهم راجل جاء من الكهف. حمران العيون ما فيهم واحد ينيمهم المشرف من المغرب. فبلاش رجولة وبلاش عنترية وبلاش إيش إن أنتم تثبتون لنا بأنكم الرجال الأوفياء. ما فيكم رجل. علي عبد الله صالح لمدة 30 سنة يطعمكم ويسقيكم ويكسيكم. كل قبيلة داخل الشمال، كل قبيلة داخل سنعان وداخل خولان وسنعان من صد، كل قبيلة لا ترفعون رؤوسكم أبدا. تدرون متى ترفعون رؤوسكم؟ لما تصيروا رجال وتتوحدون وتقفون ضد الحوثي، لما تصيرون رجال وتدوسون على أكبر مشرف وأكبر شنب اللي يجي ينيمكم من المغرب. هنا بنعرف أن أنتم رجال، وهنا بنرفع لكم العمايم ونقول لكم والله أنكم رجال، أنتم أصل العرب الحقيقي. أما الآن بنتكم الطفل اللي جنات يعتدى عليها وتغتصب، بنت ما تجاوز عمرها 9 سنين، ما فيكم أحد فتر شنبه وقال احنا رجال ونكف قبلي. فلا تتكلمون عن الرجولة ولا عن النكف ولا عن شيء. آخر من يمكنه أن يتكلم عن النكف وعن الرجولة هو أنتم. وأريد أن أوجه رسالة إلى المؤتمر والإصلاح والقبائل. ما فيكم أحد بعد الآن يرفع رأسه، خاصة في شمال اليمن. رفعة الرأس الحقيقية تكون بتوحدكم وبمعرفتكم بأن الحوثي هو العدو الأول. عبد الملك الدوثي هو العدو الأول لكم. فآن الأوان بأن ترفعون رؤوسكم رفعة رجل واحد، مؤتمر والإصلاح والقبائل وكل واحد داخل شمال اليمن. لا عد نتكابر ولا نقول حنا أصل العرب، ولا حنا والله العظيم نحن أرذل الخلق. داعس علينا واحد جاي بتوصية من إيران، جاي من الكهف وداعس عليه. فبلاش نتكلم عن الرجولة. تروحون المهرة ترجعون بدون سراويل من الآخر أقول لكم. فالوحدة الوحدة والنكف النكف والاجتماع الاجتماع، ولكن على عبد الملك الدوثي. ولكن وإني والله لا أراها قريبة، والله أني لا أراها قريبة. لا أزلت دائما وأبدا ما أؤمل خيرا بأبناء القبائل وبرجال الشمال. أدرك أن هناك رجال، والله أنه في رجال وحمران عيون، والله أن في 1000 صالح حنتوس و1000 حميد القشيبي و1000 يحيى الحجوري و1000 عبد الرب الشداد. أدرك يقينا والله أن في الشمال رجال، أدرك يقينا أن في الشمال رجال، وعاجلا أو آجلا سيسورون ضد عبد الملك البوتي. الهمة لا تصدقون من يقودكم إلى محارق المهرة، صدقوني بترجعوا بدون سراويل. اللهم بلغت اللهم فاشهد.